السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم بفيديو جديد، وبالتالي جاي لكم بوصفه جديده. هنعمل مع بعض وصفه خفيفه وبسيطه كده النهارده. الفيديو ده يا جماعه طبعا رمضان خلص، كل سنه وانتم طيبين. ده طبعا فيديو من فيديوهات رمضان، يعني الفيديو ده انا كنت عاملاه في رمضان. في اليوم ده انا كنت في مشوار وما لحقتش اعمل فطار وكده. فجيت طبعا شوينا كفته بره. فقلت اما اشارككم كده بفيديو. عملت الرز كده، المشاوي من الرز المصري اللي موجود عندي، ما جبتش رز بسمتي. فحبيت اشارككم الفكره ان انت عادي لو طبعا مش موجود عندك رز البسمتي، لان الرز البسمتي بقى غالي جدا. حتى والله الرز المصري برضو غالي، بس هو موجود عندنا في البيت. فانا طبعا استغليت وعملت من الرز المصري رز للمشاوي، وكمان شويت طماطم. طبعا احنا بنشوي الكيلو اللحمه بمبلغ، والطماطم لوحدها بتتشوي بنفس المبلغ يعني. فانا قلت لا، انا كفايه بس اللحمه نشويها بره، والطماطم انا هعمل هشويها هنا في البيت. احنا بنحب الطماطم المشويه جدا يعني، ونحب نعملها صوص كده وناكلها جنب المشويات، يعني اذا كان فراخ او كفته او اي حاجه يعني. فزي ما انتم شايفين كده، معايا حله على النار، ومعايا طبعا بصلايه كده انا مقطعاه، معايا مكعبين من الزبده ومعلقتين كده من الزيت. رفعتهم طبعا على النار زي ما انتم شايفين، وحطيت كده حوالي فصين من المستكه. وهبدأ بقى زي ما انتم شايفين، حطيت دي معلقة سكر يا جماعة، يعني اللي انا حطيتها دي معلقة سكر. وهبدأ يدوب البصلاية بتاعتي بس تاخد تشويحة كده. حطيت ليمون مجفف وورق لوري وعود من القرفة، وهشوح كل الحاجات كده مع البصلاية. وبعد كده معايا برضو معلقة من الثوم المهروس برضو هحطها. يدوب الثوم بس ريحته تطلع، يعني مش عاوزاه ياخد لون ولا اي حاجة، يدوب برضو ياخد تشويحة كده وريحته تطلع زي ما انتوا شايفين. وبعد كده معايا الخلطة بتاعة الرز المبهر. طبعا لو مش موجودة عندك هتستخدمي الكركم والكاري، هيدوكي نفس اللون. يعني لو خلطة الرز المبهر دي بتجيبها من السوبر ماركت، طبعا لو مش موجودة عندك هتستخدمي كركم وهتستخدمي كاري، هيدوكي نفس اللون والطعم. طبعا التوابل التانية دي هي اللي ادتنا الطعم يعني. وبعد كده معايا طبعا نص كيلو كده من الرز، انا طبعا غسلاه ومصفياه، يعني مش نقعاه ولا حاجة. هانزل بقى بالرز بتاعي زي ما انتم شايفين، واقلبه كده في التوابل والبصلايه اللي انا حطيتها تقليبه كويسه. وبعد كده بالميه بقى السخنه، هنزل عليه بميه سخنه. طبعا انت عارفه عيار الرز بتاعك، زي ما قلت لكم ده رز مصري مش رز بسمتي. نزلت عليه كده بالميه السخنه، وبعد كده هحط له الملح، وهقلبه برده كده تقليبه. وبعد كده اغطي عليه، ولما يتشرب بقى الميه بتاعته، ههدي عليه النار واسيبه كده مع نفسه، يعني ياخد سوا كامل مع نفسه. طبعا والله طالع جميل جدا، وطالع يعني مش معجن ولا حاجة، يعني مع ان احنا عاملينه برز مصري. بس مش مشكلة، اي حاجة تأدي الغرض وخلاص. كده هنسيب الرز كده يعني مع نفسه كده يستوي. وبعد كده هنعمل مع بعض الطماطم المشوية. الكمية بقى اللي انت عاوزاها، احنا عندنا يعني النص كيلو طماطم بيتشوي بمبلغ زي اللحمة بالظبط. فانا قلت لا، يعني اوفر كفاية فلوس اللحمة واشوي الطماطم في البيت. فانا يعني هوريكم طريقتي في الشوي دي. الصاجة اللي انا بحط عليها او الشياطة اللي انا بحطها يعني تحت الرز، يعني او تحت المكرونه وكده. فانا جبتها طبعا وحطيتها على النار كده مباشر زي ما انتم شايفين. وجبت الطماطم بتاعتي وحطيت فيها خله كده من خله الاسنان، بحيث ان انا اعرف بس امسكها واقلبها منها. وكمان جبت فلفل حامي او بارد طبعا، بس طبعا الحاجات المشويات بتحب الفلفل الحامي. وجبت الفلفل برضو بشوي، بيبقى جميل جدا وبيبقى خفيف احسن من الفلفل اللي هو مقلي في الزيت وكده. وهبدا بقى على النار زي ما قلت لكم، نار مباشر كده. اقلب الطماطم على كل الاجناب. طبعا بيساعد كده لخلة الاسنان اللي انا حطاها، يعني لان الطماطم هتبقى سخنه ومش هتعرفي تقلبي بمعلقه او حاجه. فخلة الاسنان دي كويسه، يعني هتساعدك انك انت تقلبي. طبعا الطماطم خدت كلها لون معايا، بس هي لسه جامده ما استوتش قوي. قمت جايبه صينيه ومغطياها كده، بحيث ان انا اكتم البخار فيها ان هي تستوي. شايفين بوريكم استوت تماما وبقت طريه جدا. طبعا صوص الطماطم ده بيبقى حلو قوي يعني جنب المشويات. في ناس يعني من عشاقه، يعني زي جوزي كده بيحبه جدا يعني. فعنده الطبق ده اهم من والله الكفتة المشوية نفسها.
فأنا طبعًا إيه، ممكن تهرسيها بالهرّاسة أو ممكن تحطيها في الخلاط، بصراحة أنا حطيتها في الخلاط وتبّلتها بملح وبفلفل وبكمون، عملت معايا الصوص الجميل ده، وكمان عملت طبق سلطة زي ما أنتم شايفين، وده طبعًا الرز بتاعي بعد ما استوى تمامًا بقى جميل جدًا والله، ولونه حلو وكمان كان طعمه حلو أوي. جربوه يعني بالطريقة بتاعتي دي. وبعدين يا جماعة يعني ايه، احنا يعني في الايام دي زي ما اتفقنا احنا هنشتغل بالمتاح عندنا، مش لازم نعمل الوصفة بحذافيرها يعني. الرز المشاوي يبقى رز بسمتي الكيلو ب40 جنيه او بكام دلوقتي مش عارفة، انا الصراحة مشتريتهوش يعني. فالموجود عندنا يعني ايه هيأدي الغرض يعني. والله كانت وجبة جميلة جدا يعني، وفطرنا والحمد لله. ودي الكفتة، طبعا الكفتة مشوية بره بصراحة، مش انا شويها في البيت يعني. وده كان فطار يعني يوم من ايام رمضان. وطبعا جربوا يعني طريقة الرز دي، وبالهنا والشفا على قلبكم، وكل سنة وانتم طيبين. وطبعا بحبكم في الله، يا ريت بقى تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.